ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم الكشري المصري اللي كلنا بنحبه. والمكونات بتاعته هتكون 3 ليمونات معصورين، وهيكون مكعب توم واحد، و3 معالق خل. دي هتكون مكونات الدقة بتاعة الكشري. والتوابل بابريكا وكمون وفلفل اسود وملح. وكده هنجيب التوم مع النار وهنشوحه تشويحة بسيطة من غير زيت، تشويحة بسيطة خالص. وبعدين هنضيف له الخل. بعد حبة كده ما ياخد غلوة بسيطة، هنضيف له الليمون طبعا، اللي احنا 3 ليمونات اللي احنا عصرناهم، وهنسيبه لحد ما يغلي. بعد ما ياخد الغلوة بقى معانا، اول ما يغلي هننزل عليه يا بكوباية مية، يا بالمية بتاعة الحمص اللي احنا سلقناها فيه. يا ناخد مية الحمص نحطها على الدقة، يا ناخد كوباية مية لو مش حابين مية الحمص. ناخد كوباية مية بعد ما نضيف التوابل ونسيبه يغلي مع بعضه. نضيف له كوباية المية او كوبايه ميه بتاعه الحمص للدقه. ماشي، هو كده ابتدى معانا هيغلي اهو. كده بقى نبتدي نضيف الميه، كوبايه ميه واحده هنضيفها وهنقلب. هنيجي بقى لمكونات الصلصه، وهتكون مكعب توم، والتوابل بتاعتنا زي التوابل اللي فاتت بس هيضاف عليها الشطه، وبرده و3 معالق خل. والصلصه احنا ضربنا في الخلاط ومصفينا. هنحط حبة زيت ونشوح التوم غير الدقة خالص. الدقة ما بيضافلهاش زيت لحد التوم ما ياخد لون معانا. طبعا انتوا شايفين هنضيف له الخل. هنضيف الخل وهنقلب، هنقلب حبة. الكشري ده لما يتعمل في البيت سهل جدا، الاولاد هيحبوه جدا وانضف من بره بكتير. وبعد ما التوم يغلي معايا كده بالخل، هنضيف التوابل بتاعتنا اللي هي الشطة والبابريكا والكمون والفلفل الاسود والملح، وهننزل بالصلصة على طول وهنقلبها ونسيبها تتسبك معانا على النار. ماشي، البابريكا عشان تديها لون احمر شويه، لان الطماطم كانت خضرة ما كانتش طماطم حمراء، فبنضيف لها البابريكا عشان تديها اللون الاحمر. وبعدين بقى هندخل على سلق العدس. هنجيب العدس بتاعنا وحبه الملح، وميه بتغلي على النار هنكون حاطينها غلت قبلها. هنضيف لها الملح وهنضيف لها العدس بتاعنا لحد ما يتسلق معانا. وهندخل على حمص بتاعنا وهنكون بلينه قبلها بساعتين ومع الملح. وناخد الحمص بعد ما بليناه ساعتين وحطيناه على النار، يكمل بقى ايه يتسلق على النار معانا. ماشي، وبعدين بقى ايه هنسيبه يغلي لحد ما يستوي. هندخل على الرز، هنحمر الشعرية وهننزل بالرز ياخد تشويحة بسيطة. وهنضيف له بعد كده هنضيف له بعد التحمير بتاعه المية بتاعته، وهنسيبه لحد ما يستوى. وهنجيب المكرونة بكل انواعها بقى، الرفيعة لوحدها والسباكيتي لوحدها، وهنسلقها. وبعدين هنروح داخلين بقى على البصل بتاعنا مقطعينه ورد شرايح، ومعانا 3 معالق دقيق و3 معالق نشا وحبة الملح. بنضيف طبعا البصل في بولة، وهنضيف عليه طبعا ايه عشان يديك القرمشة لازم الدقيق ولازم النشا. هو ده سر ان يديكي القرمشة وحبة الملح. بنضيف طبعا ايه حبة الدقيق وحبة النشا وحبة الملح، وبنقلبهم في بعض كويس. بنكون حاطين الزيت بيتقدح معانا على النار. بعد طبعا ما بنضيف الدقيق ونقلبه والنشا وحبة الملح، بيكون الزيت اتقدح معانا على النار. بننزل بالبصل على في الزيت المقدوح، ويكون كمية الزيت مناسبة عشان يديك القرمشة من غير ما يتحرق. وده الشكل النهائي للبصل، وده طبق الكشري بتاعنا. وبألف هنا على صحتكم، وانتظروني الفيديو القادم بإذن الله مع أحلى وصفات مع مطبخ مهند ونور للأكلات الشعبية والحلويات. اعملوا اشتراك للقناة.
وبنسيبه يستوي زي الرز العادي. هندخل على المكرونه بقى وسلق المكرونه انواع. ودلوقتي هنبدا بقى في رفيع المكرونه اهي. اي مكرونه عندكم. هيكون مكونات عدس بجبه وملح، وهنحط ميه بتغلي على النار ونحط لها حبه الملح ونحط لها العدس بتاعنا ونسيبه يتسلق على النار. وده الحمص وملح برضو احنا بنبله قبلها بساعتين، وبعد ما يتبل بناخده بعد الساعتين ونحطه على النار برضو مع حبة الملح ونسيبه برضو يكمل السلق بتاعه على النار بعد ما طبعا بليناه ساعتين 3 وهو بيغلي على النار لحد ما يستوى. هندخل بقى على الرز. بنحمر الشعرية الأول وبعدين ننزل عليه بالرز ياخد تشويحة بسيطة جدا. مش هنخلي الرز ان هو ايه ياخد لون معانا، عايزينه لونه ابيض كده. بعد ما حمرناه هنضيف له بقى المية. ايه دي